في اولى جولات البطوله العربيه سد بيتعادل مع الوداد في مباراه احسن حاجه فيها انها خلصت، وبرضه الاتحاد والترجي اللي الاتحاد كسب 2-1 في مباراه كانت حلوه شويه عنها بصراحه، اكيد ما تقارنش بماتش السد والوداد. وفي اليوم الثاني كان النصر والشباب بيلعبوا ضد بعض وتعادلوا سلبيا ايضا، ولكن يعني تحس ان هم كانوا متفقين، والنصر يعني كان لعب ماتش قبلها بيوم ضد الانتر، فيعني الحمد لله انها عدت. فيلا بينا نخش على الفيديو. طبعا قبل هدف الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. خلينا نبتدي بماتش السد والوداد، وبصراحة يعني ولا أسوأ من كده بداية، بسم الله ما شاء الله، من الفرقتين تحس ان هو يعني غير ان هم خايفين من بعض يعني. يلا يا جماعه خلينا نخلص الماتش دوت، يعني والله لو البطوله هتكمل بالطريقه دهيت الواحد يسيبها من دلوقتي، لان كمان بعديها بماتش كان تعادل سلبي، او بعديها الماتش اللي بعده كان 1-0. يعني زي ما قلت لك هو ما فيش اي كلام على الماتش، يعني هو ما فيش غير يوسف المطيع او المطيع، يعني هو الحارس الوداد الراجل اللي كان عامل ماتش كويس، شال له هي كورتين كده بالغلط ولا حاجه. وعموما الوداد يعني هم مش في احسن حال حاليا، اللي هو فكره تغيير المدربين الكتير، يعني الموسم ده هو جايبين مدربين وده التالت دلوقتي المدرب الجديد بتاعهم، فيعني ايه زي ما تقول ايه نصبر عليهم شويه وممكن قدام يعملوا حاجه، الله اعلم، يعني ممكن لو عدوا من المجموعه دي يعملوا حاجه، لكن عموما انا مش حاسس بصراحه ان الوداد ممكن يتاهل من المجموعه دي. اما عندك بقى الماتش اللي بعده فكان ماتش الترجي والاتحاد، وكان ماتش كويس يعني الحمد لله. الترجي مش احسن حاجه خلي بالك، يعني الترجي اعتقد لو في فورمته لا كان هينافس اكتر من كده، ولكن انا اللي عاجبني فيه ان في لعيبه كويسه ما باجي لها في الكلام، بس يعني الترجي يا جماعه في اعاده بناء، يعني تحس هو احنا ايه لسه بنبني بالاول، وجابوا معين الشعباني تاني، فاللي هو لا الترجي محتاج سنه سنتين على الاقل، حتى في افريقيا السنه الجايه ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل حاجه، فتصبروا على الترجي، جماهير الترجي اصبروا عليه كده شويه، لان مش واضح اي امال او اي تفاؤل من المجموعه اللي هو فيها دي. بصراحه اكتر حد كان عاجبني في الماتش هو كان اسامه بوجر، الراجل كان عامل شارع باسمه هناك، يعني الراجل بسم الله ما شاء الله رايح وجاي، وكان في كوره غير الجون اللي جابه اساسا كان عدى من الواد وكان ممكن يجيبها. اما بقى عندك ناحيه الاتحاد فزي ما قلت لك اسامه بوجر كان عامل اساسا شارع باسمه هناك، فالاتحاد محتاج يا جماعه مدافع، يعني لو نونو سانتو ناوي ومقرر يعني ان هو يلعب بفابينو كمدافع، لا انت محتاج واحد كمان، مش يعني من ناحيه الباك رايت يعني ممكن نقول ان ما كانش احسن حالاته، وان اسامه بوجر يعني الراجل كان عامل ماتش كويس، بس عموما لا انت محتاج حد في المكان ده، يعني محتاج حد لو ناوي تلعب فابينو، يعني لو مش ناوي تلعب فابينو اساسا كمدافع لا انت محتاج اتنين مدافعين، مدافع وباك رايت، باك رايت وباك ليفت، يعني فاهم، انت محتاج اتنين خبره في المكان ده اهو. ما برضو اللي ما كانش عاجبني بصراحه هو رومارينو ما تحس انه قل تاثيره قوي، يعني انت لو تفتكر او تتفرج يعني السنه اللي فاتت على الاتحاد، رومارينو ده كان الاتحاد كان معاه حمد الله وكورنادو برضو، بس يعني رومارينو كان بيطلع نار بوق، تحس النهارده رومارينو ماليش نفسي يا جماعه، رجعتونا من الاجازه ليه يا جدعان ما كنا قاعدين، ممكن ده يكون يعني مثلا ان هو رومارينو لسه بقاله فتره ما لعبش فرجع بمستوى مش احسن حاجه، ولكن عموما ممكن يرجع طبعا، لان برضو انت بتتكلم في 4 لعيبه ولا 5 لعيبه هجوميين، فاكيد مش هتلاقي رومارينو زي بتاع السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت كان هما 3 لعيبه هجوميين، وكان حمد الله بيفضل في البوكس اساسا، فرومارينو وكورنادو كان اللعب كله من عندهم برضو. يعني معلش انا عارف ان الاتحاد كسب وكل حاجه، بس يعني ما نبتدي بالسلبيات ونبقى نيجي للايجابيات بعديها، وهو جوتا مثلا، جوتا انا كنت متوقع منه احسن من كده، الراجل مش سيء ولسه بدري يعني على ما تحكم عليه، الراجل عنده 24 سنه وده اول ماتش ليه مع الاتحاد، وكان بيلعب في اسكتلندا فجاه راح السعوديه، يعني هنهدى عليه شويه، بس بصراحه ما عملش احسن ماتش او ما عملش اللي كان على الاقل متوقع منه. اما عندك بقى يعني بسم الله ما شاء الله الايجابيات، فانت عندك ثنائيه حمد الله وبنزيما عجباني، اللي هو بص خد وهات، وتلاقي مثلا اللي هو ما فيش واحد بيأنن فيهم اللي هو لا انا اللي هشوط الكوره ده انا عايز اجيب اجوان، لا تحس في كيمستري، تحس ان هم كانوا بيلعبوا اساسا بقالهم 3 4 سنين مع بعض، وحاسس ان الثنائيه دي يعني لا يعني هتبقى خطيره في الدوري السعودي ده كده كده، وفي البطوله العربيه يعني اعتقد ممكن يبقوا من الثنائيات اللي هي ايه اكتر لعيبه بتعمل اجوان لبعضها، يعني فاكر زي كين وسون من سنتين كده، انا اعتقد ان الثنائيه دي ممكن تعمل الكلام ده، وممكن تلاقيهم في الاخر مساهمين هما الاثنين مع بعض، او يعني يعني ده يعمل جون وده يجيب اسيست مع بعض كده، فاهمني، يعني اللي هو تلاقي 20 جون مثلا ولا حاجه. برضه اللي عجبني بصراحه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، كانتي الراجل بسم الله ما شاء الله لف في الملعب كله، الواد بيهاجم ويدافع ويروح هيخلق على الواد ده، واللي يباصيله يقوم ضاغط عليه، لا تحس ان هو ايه راجع اللي هو لا انا عايز العب يا جماعه، وده عجبني جدا ان هو مش واخد فكره اللي هو يا اما رايح انهي مسيرتي، لا هو الواد عمال عايز يلعب، عايز اللي هو يأدي كل ما عنده. ما عندك بقى الماتش اللي بعده كان النصر والشباب في مباراه يعني مش
مش عايز اقول نفس ماتش السد والوداد، كان يعني ها في كام هجمه كده، ولكن عموما زي ما قلت لك في المقدمه النصر اساسا كان لسه لاعب من كام ساعه ماتش قدام انتر ميلان، اللي هو يعني مش بكلمك كانوا بيلعبوا الطائي، لا كانوا بيلعبوا انتر ميلان في ماتش ودي، وكان تقريبا في اليابان حاجه زي كده. فيعني كتر خيرهم ان هم طلعوا اساسا بالتعادل. يعني لو جينا نتكلم في الماتش اكتر، يعني بصراحه كان احسن حاجه في الماتش هو كان الحارسين الاثنين، بصراحه كانوا شايلين كور كتيره، بالرغم ان الماتش كان ساعات بيروحوا للملل، بس ساعات كده تلاقي حد بيشوط من بره 18، لا الاثنين فوقين. ما عندك بصراحه ناحيه الشباب فيعني خط الهجوم مش عاجبني، يعني ممكن الناس اللي ورا ديت نص الملعب والدفاع ماشي، اما خط الهجوم يا جماعه بهبري انا مؤمن ان اللعيب ده ممكن يجي منه، بس هو ايه يعني مش عارف ايه اللي بيحصل له بصراحه، بس ممكن بهبري تعتمد عليه. اما انت لا، انت محتاج مهاجم، وانا بصراحه يعني لما اوباميانج كان موجود وفكره ان هو ممكن يجي والكلام ده كله، اعتقد انها كانت هتبقى احسن بكتير من اللي انت شغال فيه دلوقتي، لانها لا شايف ان انت محتاج وينج ومهاجم على الاقل يعني عشان تبتدي، يعني طبعا لو ناوي تنافس مع الرجاله اللي جايه في الدوري السعودي ده. برضه قول لي رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في البطوله العربيه في اولى جولاتها؟ شايف ممكن ايه اللي يحصل في المستقبل؟ يعني قول لي توقعاتك برضه بالنسبه للكومنتات. انا كنت ناوي بصراحه اعمل توقعات البطوله العربيه، او انا كنت عملتها والله ما فاكر يعني، بس يعني قلنا ايه خلاص يعني الحمد لله انها ابتدت يعني، وبيناها بصراحه يعني انا ما اكدبش عليكم، يعني الزمالك هو الوحيد اللي جاب الجوان في البطوله، بس انا كنت متوقع بصراحه اقوى من كده بكتير يعني، ولكن لسه يعني لسه في اول جوله، الله اعلم ايه اللي هيحصل. ويعني برضو لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتسلم. سلام.